السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة او حلقتنا بتاعت النهاردة نربي ازاي في الصيف، او ازاي هنربي في الصيف في الحر ده. طبعا النهاردة يعتبر اول الصيف بجد، وامبارح برضو واول، بس يعني كان الجو بيرطب بالليل. اول يوم امبارح تعتبر درجة الحرارة ما نزلتش عن بالليل عن النهار كتير. اول حاجة هنربي ازاي او هنربي ازاي في الصيف. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ انا شايفين الفرخ بيعمل ازاي؟ شايفين الفرخ بيعمل ازاي اهو. شايفين الفراخ حرانه ازاي، واللي نفس شايف الفرخ ده عامل ريشه ازاي. بصوا يا جماعه، اول حاجه هناخدها واحده واحده كده، اللي هي هنبداها واحده واحده. الفرشه تكون، انا لسه مغيره لهم الفرشه، كل يوم تتغير، يكاد يكون يوم ويوم لو الفرشه ناشفه. ماشي. الناس اللي هتقولك انا ما عنديش فرشه، او الفرشه كتير عليا، او انا هشتري الفرشه دي كلها، الناس اللي يعني ايه مش ارياف بتتعب عبال ما بتلاقي فرشه او كده. بصي يا ستي الكل، لمي فرشتك كل يوم، طلعها في الشمس، تاخد الشمس الاول وتقلبي عليها شويه جير، وتاني يوم تحط وتسيبها تاخد ترطب بالليل. يعني مثلا هي ايه، احنا سيبناها اهو، هنلمها بقى بالليل، هي اتحمصت وتعقمت من الشمس، نيجي بقى بالليل هتكون رطبت بقى المغربيه كده، نتن لمينها في شكاره ومدخلينها مكان ضل، واصبح تاني يوم افرش، وكل يوم على هذا النظام. ماشي. لو انتي ما عندكيش لحد ما الفرشه طبعا تنتهي وتحس انها ما تنفعش. وطبعا لو فراخنا ما عندهمش اي امراض، يعني لو امراض كوكسيديا، كورستريديا، الكلام ده خلاص لا طبعا، يبقى الفرشه احنا هنستغنى عنها. ماشي. شايفين الفرخ يا جماعه؟ الفرخ ده كده احنا اتكلمنا في الفرش. تاني حاجه المساحه يا جماعه. لو المساحة هنربي في متر 5 كتاكيت، يبقى هنربيهم في مترين في الصيف. أنا أولا بربي الأوضة دي أوضة على السطح، الدور الرابع، وإحنا ما حاولناش مباني. ماشي. فاللي إحنا هنعمله مع بعض دلوقتي أو الفترة دي، أنا هتعامل بناء على كده. ماشي. ان انا اوضتي في المكان الفلاني. طبعا الناس اللي بتربي في الدور الارضي ده جميل جدا، ماشي، بالذات الظهريه دي. طبعا بيبان وشبابيكنا مفتوحين بالنهار، بالليل نشوف دنيتنا فيها ايه، نقفل جزء ونسيب جزء تهويه خفيفه. المهم ان احنا بالنهار هنفتح باب وشباك. تاني حاجة، ونيجي على المغرب كده نقفل. تاني حاجة النور او التدفئة، لمبة بيضة. لو المكان بتاعك الظهرية داخله نور، من غير اللمبة يكون جميل جدا، كمان يكون احسن. فراخ حرانة والدنيا بايظة معانا، يبقى نطفي النور، حتى لو نور ابيض نطفيه، اكيد ليه تأثير. تالت حاجة الاكل والميه. انا يا جماعه كنت منزله بوست بقول فيه ان احنا نستعمل، احنا تقريبا، او ان احنا دي حاليا بنحاول نربي باقل التكاليف، بنحاول نربي بحاجات من بيتنا، بنحاول نربي بالاعشاب البدايل، ما بنلجاش للحاجات اللي هي يعني قصدي ما بنلجاش للادويه البيطريه او الادويه البشريه غير لما الاعشاب بتقف معانا وما تكونش تجيب نتيجه. طب يا جماعه، بديل فيتامينات سي ايه او مشروبات الاجهاد الحراري، البديل بتاعها ايه يا جماعه؟ البديل بتاعها ايه؟ فيتامين سي. عندنا ايه من المشروبات اللي احنا بنشربها اللي بنستعملها احنا؟ عندنا ايه؟ عندنا برتقان، عندنا ليمون، عندنا جوافه، عندنا معلش. هو الفيتامين سي اللي احنا بنجيبه من الصيدليه، الفوار البشري ده، هو عباره عن ايه؟ مش عباره عن برتقان، هو اي فاتيه وخلاص. يعني احنا لازم نعترض على الناس ونتكلم وخلاص. معلش، هو البرتقان بيأذيكي، هيأذي الفرخ ازاي؟
ليمون، توم، مش مضاد حيوي طبيعي، ده عك، ده عك، وده يعني مش عارفه اقول لكم ايه والله بصراحه. عموما احنا بنستبدل فيتامين سي باي حاجه فيها فيتامين سي تنفع نعملها مشروب للفراخ. اي حاجه عندك نعناع، عندك ليمون، عندك كركديه، عندك برتقال، عندك نعناع، عندك ايه تاني يا ربي، ايه يا رب ذكرني. طيب هنفتكر مع بعض تاني ونقول دي كلها مشروبات. عندك الريفو بيخفف الاجهاد، الريفو اللي هو الريفو اللي هو بتاع علاج البرد ده. محلول الجفاف يا جماعه معانا. في تذاكر فيتامين سي عباره عن برتقال، لو جبتوها فضيتوها هتلاقوها برتقال في الصيدليه البشري. طيب احنا ايه الغلط في كده؟ ايه الغلط في الكلام اللي انا بقوله؟ طيب احنا كده اتكلمنا عن مشروبات تخفيف الاجهاد. وتنزل يا جماعه من الفجر، انا كنت برضو في نفس البوست قلت ان بلاش ميه واكل. يعني احنا يا جماعه ما نفضلش قاعدين ونيجي نوكل الفرخ الساعه 12 او الساعه 11 يفضل جعان ونيجي نحط له اكل وميه الساعه 11 والساعه 12. لا، هو اكل وشبع والساعه 11 و12 كان خلص اكله ونام. فين وفين بقى عايز ياكل يقوم ياكل، ما يعص خلاص. وما نجيش يبقى فاضل بواقي اكل. ممكن نزود معانا الحاجه الوحيده اللي احنا نزودها، ممكن نزود الميه ونغير الميه كل شويه، نشغل ميه من موتور او ميه من شفاط، بلاش ميه الخزانات او ميه الحنفيات. الميه الموتور بتبقى طالعه ساقعه. ماشي، ما نجيش بقى. ولو كمان يعني لو ممكن ايه طلعنا الساعه 11 غيرنا الميه وبعد كده ما نغيرهاش تاني. لان انت لما بتغيري الاكل او بتحطي اكل وبتحطي ميه يا جماعه بيحصل ايه؟ لما بتغيري الاكل وتحطي اكل وميه في الوقت ده الفرخ غصب عنه بيقوم ياكل. حتى لو فرخ شبعان بيقوم ياكل. فاحنا يبقى عندنا الاكل، الفرخ عايز بمزاجه تمام، لكن احنا ما نحفزهوش او ما نغرهوش ونحط له الاكل، او نجوع ونروح نحط الساعه 11 في فتره الظهريه. ده اللي كان مقصود فيه في البوست ده. انا كنت منزلاه على المجموعه، لقيت ما شاء الله ما حدش بيفهم. احنا مش بنتعامل مع ناس في ابتدائي يا جماعه. وتعليقات ما شاء الله. يعني انا بقول ناكل بدري. ماشي، ممكن اكون انا اسأت او يعني في التعبير، بس انا برضو ما بتعاملش مع ناس بابتدائي، اكيد عارفين يعني. واكيد انا مش واحده جاهله يعني قوي كده ان انا مثلا بربي، او يعني انا التربيه قدامكم اهي. يعني انا مش مثلا اول مره اربي ونازله اقولك. ماشي، انا هحط بقى اكل وميتي عشان انا كنت بغير الفرشه وشايله بواقي الاكل وبواقي الميه. الفرخ واكل وشارب. انا هنزل دلوقتي، المفروض ان انا هغير علف النهارده اول يوم. ماشي، الفرخ عدى النص كيلو معايا، هغير علف. طبعا المفروض ان انا محتاجه حاليا في الميه محلول اسمه مضاد سموم بيولوجي. طب يا جماعه، طب انا دلوقتي احنا في فتره الظهريه وعايزه انزل بمشروب زي ما احنا شايفين الفراخ اهو. عايزه انزل مشروب يخفف معانا الاجهاد. طيب هنحط بقى مضاد السموم بالليل وننزل دلوقتي بالمشروب بتاعنا. يعني احنا ما نوقفش نفسنا. انا هنزل بالاكل والميه دلوقتي وهحط لهم عشان انا كنت شايله وموسعه المكان زي ما انتم شايفين، كل فرخ بينه مسافه وبين التاني، وانا كمان قاعده في شويه هم بعدين عني. يعني كل ده الفرخ يعني شوفي من اول المساحه دي كده، الفرخ ده كله الفرخ هيتفرد فيه. يعني لو فرخين قريبين من بعض هيبقى فيه بينهم مسافه. احنا بنقول نوسع المكان ليه في الصيف يا جماعه؟ احنا لما بنبقى كل حاجه خدها قاعده، انت بتحسي بايه الفرخ هيحس بيه. انا دلوقتي نايمه على السرير ومكاني سخن، بتن ريحه شايفه مكان ساقح شويه، مكان مرطب شويه. ده اللي انا بتكلم فيه، توسيع المكان. نفس النظريه. احنا جايين من العطشانين وطالع عنا وجايين من مشوار الحر او قاعدين الظهر، بنقوم نعمل ايه؟ بنعمل كوبايه عصير. هتيجي تاكلي تروحي تكدسي نفسك اكل ومش عارف ايه، هتعوزي حاجه مرطبه. ده اللي انا بتكلم فيه. يبقى احنا واكلين وشاربين ومظبطين حالنا، بناخد حاجه ترطب علينا.
بناخد حاجه ترطب علينا. بس ده اللي انا اتكلمت فيه والله، وده اللي انا قلته. انما انتوا يا جماعه مش عارفه بصراحه، يعني انا بتعامل مع ناس في ابتدائي ولا ايه بالظبط؟ يا جماعه اللي عنده اي حاجه يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليه. هحط لهم اكل وميه، وهوريكم المشروب اللي انا عاملاه. انا ما غليتوش، يعني احنا في الحر واحنا ما كانش عندي وقت، انا ما غليتش. طب عملت ايه؟ جبت شويه كركديه ونقعتهم في شويه ميه ساعه ساعتين، مسافه ما فرشت فرشتي وكنست وظبطت مكاني، وهحطها لهم على الميه، وهحط معاه محلول جفاف. ماشي، ده اللي انا عملته. هنزل لكم برضو بالبرطمان في الميه واظبط الميه. والميه يا جماعه مش شفاط، تاني الميه من الشفاط. ندور الموتور ساعه ما ناخد ميه الفراخ، وما نحطش الميه في السقاء غير لما نلاقيها مرطبه. الدنيا واقفه معانا خالص، الدنيا واقفه معانا خالص، ممكن نحط تلجاه في الميه. في حاجه بقى، حر الشديد. بصوا يا جماعه، انا عندي المساحه اللي ورايا، اللي انا قاعده اللي ورايا دي نص اوضه، نص الاوضه التانيين همسك الارضيه اغرقها ميه ترطب عليهم، زي احنا ما بنرش الشارع قدامنا ميه. ماشي تمام. تعالوا بقى بعد كده الجدران دي برضو الدنيا وقفت معايا والفرخ عامل، هرش على الجدران دي، مش هنرش على الفراخ يا جماعه، مش هنرش على الفراخ، هنرش على الجدران، نرطبها لهم. ده اللي انا قصدي عليه. ماشي، نرش على الجدار ده من بره، من الناحيه التانيه قدام باب الاوضه نرش ميه. ماشي، ده اللي انا بتكلم فيه، انا ما قلتش نرش على الفراخ ميه. ماشي، هحط بقى ميتنا، وهحط اللي احنا الخلطات بتاعتنا، ونشوف احنا نحط لهم ميه واكل، ونرجع معاكم بقى تاني ان شاء الله نكمل بقيه الفيديو بتاعنا. الكركديه اهو يا جماعه اللي انا نقعته في البرطمان. الفراخ كبت الميه. مهم الفيتامين سي اهو، الكركديه معانا اهو في البرطمان اهو اللي انا نقعته. هحطه لهم على الفراخ، واحطهم على الميه، واحطهم للفراخ. الفراخ طبعا عطشانه، لان انا شايله الميه دلوقتي من شويه، مسافه ما كنست وبتاع، والجو حر زي ما احنا عارفين. هحط لهم وارجع لكم تاني. احنا حطينا اكل وميه، الفراخ راحت على الميه اهي، لان هما واكلين وشاربين، ممكن بقى يعني واكلين وشاربين. الفراخ على الاكله، قليل الفرخ اللي على العلف، يعني نسبه لا تعد، يعني هو وبرضه هينقر تنقره ويمشي ويسيبها. يعني الفراخ تعتبر كلها على الميه، اللي راح على الاكل راح، واللي ما راحش خلاص ما عنديش مشكله. بس انا ما جوحش واجي اوكل في اليوم اللي زي ده، او في الوقت اللي زي ده. مش بقول يا جماعه اشيل الاكل والميه، اوقفهم خالص، اشيل اكل وميه لا ياكلوا ولا يشربوا. انا بقول مش هجوع واوكل في الظهريه انا، ولا هتبقى الوجبه بتاعتهم الاساسيه حاليا. زي انت بتاكلي الصبح بدري الظهر، وبتيجي مثلا هتتغدي على العصر، ما تروحيش تتغدي تاكلي الصبح الساعه 8 9 10 وهتاكلي قرب العصر مثلا. لكن انا مش هروح افطر الظهر، افطرهم الظهر ياكلوا بقى وهما ميتين من الجوع. ده قصدي. الميه قدامهم اهي، انا ما شلتش الميه، بالعكس انا حطيت خلطات، بالعكس حطيت فيتامين سي. ماشي. النور ده انا هشيل البتاعه دي هتدخل نور، وهطفي النور ده، يبقى تدخل لهم تهويه وهطفي النور برضو، ويكون النور هتدخل لهم نور هتدخل لهم تهويه ونور، وهطفي انا اللمبه عشان تخفف الدنيا شويه معانا. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.